سلام ميسورات، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم فيديو جديد وطبق جديد من أطباق التقليدية الجزائرية من ولايات الجزائر. اليوم الطبق هذا نسميوه طبق المغلوقة اللي معروفة به ولاية غرداية، ومن هذا المنبر راح نحيي مشتركاتي ومتابعاتي من ولاية غرداية، وإن شاء الله راح ندير هذا الطبق هذا وتجربوه معايا إن شاء الله. هذا الطبق هذا احنا معروف في الشرق الجزائري نديروا المحاجب، يعني مش في الشرق برك، الجزائر ككل عيطوا لها المحاجب، وإنما هذه الطريقة تاعهم طريقة خاصة يتميزوا بها هما. وش فيها هذا الطبق؟ وش فيه 2 كيلات تاع دقيق رطب و2 كيلات تاع فرينة. تسمى الكيلة كل واحد كيفاه يقدر يديرها، بالكاس تقدري تتقيدي بالسحنة تاع الشربة ولا. وهنايا درت فيهم الملح ودرت الماء، يعني لمها غير بالماء. هذو هما المكونات تاعها الأساسية. يعني هذه العجينة فيها 2 كيلات فرينة و2 كيلات دقيق رطب، يعني رقيق، ونلمها غير بالماء، وفيها الملح باش ما نساوش. لموها بالماء، وعندما تتلم نزيد فيها الخميرة تاع القاطو تاع الحلويات. رايحة ندلكها غير بالماء، ندلكها مليح، وإنما يكون الدلك تاعها ماهيش كيما الكسرة، يعني ما نقطعوهاش العجينة، وما هيش كيما عجينة المحاجب اللي راح نطلقوه خلاص العجينة. هذه العجينة راح يكون القوام تاعها شوية ماهوش مطلوق، يعني محكوم. دوك تشوفوا القوام تاعها معايا. هنا ندلك فيها مليح. هاو القوام تاعها كيف يكون، ما تكون مطلوقة خلاص كيما الشخشوخة، ما تكون قاصحة بزاف. هنا راح نعدلها ونحطها تخمار، يعني ترتاح. بعد ما ارتاحت واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة نجيبها ونحطها في نلوزها. نجيب اون بلانش وندير فوقها الفرينة ونلوزها تلويزات صغار، ما همش صغار بزاف كيما تاع الشخشوخة، وإنما قريسات صغيرين. ونحطهم نخليهم يرتاحوا مدة نصف ساعة ونرجعوا ليهم. هنايا راح نديروا مقادير الحشو. مقادير الحشو وش فيها؟ زيت، ونديروا 2 على حسب كمية العجينة اللي راح تستعملوها، 2 ريسان تاع بصلة وراس تاع ثوم، رايحين نسكرفجوهم. وبعد ما نسكرفجوهم رايحين نعصروهم من الماء هذاك مليح مليح، ونوتيليزيوها ونحطوها فوق الزيت، نقليوها مليح مليح، ونزيدو فوقها الزرودية 2 حبات ولا 3 اللي هو الجزر. كي تتكرمل لنا مليح في هذاك الزيت نزيدو عليها الطماطم هنا اختياري، كيما هنايا انا حطيتها مقصوصة، والثومه تقدروا ترحيوها عادي. ثاني نقليوها مليح مليح تاني تمازج المزيج. هنا نلوحوا لي زيبيس توابل، فيها ملح، فلفل الكحل، فلفل الاحمر الحار والحلو، فيها شويه كزبر، وتوابل واحد اخرين قادر يكونوا راس الحانوت، يعني على حساب كل واحد كيفاه يبغي يتبلها. نمزج الكل مع بعض ونخليه يتقلى مليح مليح، وما نخليهاش حتى الماء تاعها تما لاصوص هذيك تروح خلاص. نخليو كمية لاصوص فيها. نزيد هنايا ملعقة كبيرة تاع الهروس لمحبي الحار، ونزيدو هنا المكون الرئيسي اللي هي الشحمة. والشحمة لازم تكون جديدة، يعني الشحمة
الحيوانية. هنايا بالأخص راح نقول هما في غرداية الطبق هذا يديروا فيه يكثروا فيه يكثروا فيه عفوا الزيت الحيواني بزاف. تسمى الشحمة هذيك كي يجيبوها جديدة ويطبخوها، تسمى يذوبوها خلاص ومن بعد يستعملوها في الأطباق تاعهم. تجي الأطباق تاعهم هايلة بهذاك السمن اللي يستعملوه. هنا بعد ما امتزج المزيج مليح مع بعضاه والتوابل نحيته ودرت طرف زيت في نفس المقلاة وراح نحط فيها شوية لحم مرحي، هذا اختياري أنا حطيته فقط كهاد عندي. وهي الوصفة الصحيحة هي بالخليط الأول فقط، تما ما كانش حاجة أخرى زيادات. انتوما كل واحد لو غو تاعو. هنايا راح نقليه مليح حتى يتقلى، نحيه بجيه كيما هنايا. انا حليت مليح وحده من التلويزات اللي عندي، من العجينه اللي عندي حليتها مليح بيان سور بالفارينه ما نساوش. ونجيبوا الصيار تاعنا، هذه الطريقه اللي ما يقدرش يدير الطريقه، هما زوج طريقتين. الطريقه هذه تاع الصيار رايحين نحلوا العجينه ومن بعد نحطوها فوق الصيار ونديروا فوقه هذاك الخليط الداخل تاع الحشو، ونزيدوا نحلوا عجينه واحده اخرى مليح نبسطوها ونزيدوها فوق هذيك العجينه الاولى اللي تحتوي على الخليط، ونحاولوا نحيو منها الهواء اللي كاين لداخل ونحيو الزوائد اللي بقاو لنا على لي باغوا، نحيوهم بالموس ولا نحيوهم كيما هنايا بالحلال. هنايا باش تفاسيليتي لنا هذاك الصيار باش يفاسيلي لنا العجينه باش نحطوها فوق الطاوه ولا كيما نقولوا حنايا الطاجين. وهذه هي النتيجه تاعنا، جات هايله. ما نساوش نطيبوها بالزيت، كل ما نقلبوها نطيبوها بالزيت حتى تحمر لنا مليح، نقلبوها في كل الجهات باش تحمر لنا في الجوانب. هذه هي النتيجة تاعنا، جات هايلة وحارة في هذا البرد هذا اللي راهو عندنا في هذا الموسم. شهيتكم في الجنة، ان شاء الله تجربوها وتقولي لي في لي كومنتير، وان شاء الله اللي يعرف الوصفة هذه وكنت أنا ما درتش فيها حاجة من هذه الوصفة هذه يقدر يكتبها لي في الكومنتير لتحت. شهيتكم في الجنة، قدمتها غير بالمشروبات الغازية، وهي تتقدم في الحقيقة بالتاي. في أمان الله، في فيديو آخر، سلام.